في يوم من الايام اللي هيكون عايش مننا هيسمع صوت غريب جدا وقوي. اول مره نسمع صوت يكون بالطريقه دي هنكون مستغربين جدا من الصوت ده ومن قوته. الصوت ده هيكون النفخه الاولى في الصور، وبعد النفخه ده هيبدا يوم من الايام. دايما كان بيجي في بالي كده هو ايه اللي هيحصل فينا بالظبط في يوم من الايام. كنت على طول متلخبط ومشتت، مش عارف البدايه هتكون عامله ازاي. يعني كنت عاوز اعرف ايه التفاصيل اللي هتحصل لنا بالظبط واحنا خارجين من القبر، وازاي اصلا هنطلع من القبر بعد ما اتحللنا، وبعد ما نطلع من القبر هنروح فين وهيكون شكلنا ايه، وايه اللي هيحصل فينا بالظبط في يوم من الايام. كل دي اسئله كانت بتيجي في دماغي بطريقه عشوائيه وما كانتش بتخليني مرتاح. قعدت ادور علشان الاقي فيديو واحد مرتب ومنظم لي الاجابات دي اعرف افهم منه يوم القيامه بطريقه واضحه، ولكن للاسف ما لقيتش. فقررت ادور واذاكر الموضوع واعمل لكم فيديو مرتب يفهمك ايه اللي هيحصل بالظبط في يوم القيامه علشان ما تتعبش نفسك زي ما انا تعبت. فلو مهتم بالموضوع كمل الفيديو، ولو عجبك ما تنساش تضغط اللايك، ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي وفانزاتي في كل مكان، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معاك يا صديقي المتابع اخوك احمد شوقي، صاحب ومؤسس هذه القناة. لو اول مرة تشوفنا يا صديقي فانا عاوز اقول لك كلمة واحدة، والله العظيم بحبك وهحبك اكتر لو اشتركت في القناة ونزلت حطيت لايك على الفيديو ده عشان ينتشر في كل مكان. ادعمنا يا صديقي، ادعمني والله العظيم، احنا لسه في البداية وعاوزين دعم يا شباب. عاوزين فلوس، مفيش فلوس خالص، لسه ما خدناش فلوس. ولو مش متابعنا يا صديقي العزيز على بقية السوشيال ميديا فانت فايتك كتير قوي. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في الموضوع بتاعنا النهارده. بعد ما تخلص كل علامات الساعه الكبرى في يوم لا يعلم حقيقته الا الله، ربنا يؤمر اسرافيل بالنفخ في الصور، ودي هتكون النفخه الاولى. ودي مش مجرد نفخه عاديه، دي نفخه ترتجف منها السماوات والارض، الكون كله بيهتز من قوتها. دمار شامل لكل مظاهر الحياه، جبال تدك، بحار تتفجر، بشر يصعقون ويموتون. والعلماء بيسموا النفخه الاولى دي بنفخه الصعق، يعني نفخه الموت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. يعني اي مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه سواء في الارض او في السماوات هيموت في اليوم ده بمجرد سماع النفخه دي. ولكن الا من شاء الله دي معناها ايه؟ بعض العلماء بيقولوا ومنهم ابن تيميه ان الا من شاء الله دي تدل على المخلوقات اللي موجوده في الجنه زي الحور العين. والبعض الاخر من العلماء بيقول ان الا من شاء الله دي تدل على الملائكه المقربين من ربنا سبحانه وتعالى زي جبريل وميكائيل وحمله العرش وملك الموت. لكن ربنا سبحانه وتعالى يؤمر ملك الموت انه يقبض ارواحهم واحد ورا التاني لحد ما الكون كله يفضى، ما يكونش في حد خالص، ما يكونش في الكون كله غير ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حركه، ما فيش حياه، الكون كله صامت ساكن ساكن، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ينادي في الكون كله لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. ما فيش حد يرد على ربنا سبحانه وتعالى علشان ما فيش حد في الكون غير ربنا سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرد على نفسه ويقول الملك اليوم لله، ويفضل الكون على الحال ده 40 زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين النفختين 40. ولكن هل ال40 دول هيكونوا 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر؟ ما نعرفش، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما وضحش. بعد مرور ال40 دول يا صديقي ربنا سبحانه وتعالى يحيي إسرافيل ويأمره سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور، ودي هتكون النفخة الثانية في الصور، ودي اسمها نفخة البعث والنشور. العلماء بيسموها بنفخة الحياة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. طيب سؤال، احنا هنطلع ازاي من القبر واحنا هنكون اتحللنا اصلا، ما فيش حاجه فينا، بقينا عظامه؟ طيب بص، احنا مش هنطلع من القبر اصلا، احنا هننبت من الارض زي الزرعه بالظبط ما بتنبت من الارض. ما تستغربش واسمع بس، لما نموت وندخل القبر بتاعنا جسمنا كله هيتحلل الا جزء صغير جدا في اخر العمود الفقري، عظمه صغيره خالص اسمها التيلبون، وبيسموها في العربي بعجب الذنب. الجزء الصغير قوي ده بيحمل كل صفاتك، سبحان الله، شكلك ولونك واعمالك وعقلك وكل حاجه خاصه بيك. مستغرب صح؟ طيب بص يا سيدي المثال البسيط ده عشان اوضح لك الفكره. تعرف كارت الميموري الصغير اللي من صنع البشر ده؟ الكارت ده بيشيل كم معلومات رهيب جدا صح؟ اهو الكارت ده بيشيل كم المعلومات الرهيب ده، والكارت ده من صنع البشر. فما تستغربش لما اقول لك عظمه صغيره زي دي تحمل كل صفاتك واعمالك اللي عملتها في الدنيا كلها، ودي من صنع ربنا سبحانه وتعالى. حبيت بس اوضح النقطه دي علشان الملاحده بيمسكوا في الحته دي قوي ويقعدوا يتكلموا فيها، فحبيت اوضحها لك
يمكن تتحط في يوم من الايام في موقف مع ملحد فتعرف ترد عليه كويس. نرجع لموضوعنا يا باشا. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ينزل مطر من السماء عظيم. المطر ده اول ما يختلط بالعظمه دي انت تنبت من الارض سبحان الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ثم ينزل الله مطرا كانه الطل فتنبت منه اجساد الناس. وهنا بعد ما جسمنا يتكون تخرج الناس كلها حفاة عراة غرلة، وغرلة دي يعني مش مختونين، كل واحد بطبيعته زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق. كلنا في الوقت ده هنكون عريانين، مفيش هدوم مفيش لبس خالص وماشيين حافيين. في الوقت ده امنا عائشه بتسال النبي عليه الصلاه والسلام وبتقول له يا رسول الله يعني الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، يعني يا رسول الله لما نكون احنا عريانين كده الرجاله هتبص على الستات وكده يعني؟ يرد النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لها الامر اشد من ان يهمهم ذلك، يعني الامر صعب ومرعب، كل واحد بيفكر في نفسه، بيفكر في ذنوبه، بيفكر في حسناته، مفيش وقت للتفكير في الحاجات دي. ومن هنا بقى هتبدا الناس كلها تتحرك لارض المحشر. ولكن هنا بقى هنتقسم 3 مجموعات. اول مجموعه ودول اكتر ناس محظوظه فينا، دول الملائكه هتستقبلهم وهتبشرهم كمان وهتجيب لهم ركائب من الجنه من نور علشان يركبوا عليها ويروحوا لارض المحشر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. ووفد جت في التفسير يعني موكب، يعني سبحان الله بيروحوا ارض المحشر في موكب زي الملوك بالظبط. تاني مجموعه ودول اللي هيمشوا على رجليهم. وتالت مجموعه ودول اللي هيزحفوا لارض المحشر على وجوههم، تلاقيه كده بيزحف على وشه سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. الصحابه بيسالوا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ ازاي يا رسول الله هيزحفوا على وشهم؟ حاجه مش منطقيه يعني. يرد النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لهم ان الذي امشاهم على اقدامهم قادر على ان يمشيهم على وجوههم. سبحان الله، زي ما مشاهم على رجلهم قادر يمشيهم على وشهم. المهم يا سيدي بعد كده كل البشر يوصلوا لارض المحشر. وارض المحشر دي مش زي الارض اللي عايشين عليها دلوقتي، دي ارض مستويه ليس فيها معالم، لونها اصفر تميل الى الحمر، لم يرتكب عليها ذنب قط. وكمان الشمس بتكون فيها قريبه جدا من البشر. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق، يعني كل واحد فينا هيكون غرقان في العرق بتاعه على قد عمله. طيب هنفضل واقفين قد ايه واحنا عريانين وحافيين وتحت الشمس وغرقانين في عرقنا بالمنظر ده؟ طيب بص يا سيدي، يوم الحشر ده مش يوم عادي زي ايامنا اللي احنا عايشين فيها، لا ده يوم الحشر ده مقداره 50,000 سنه من ايام الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي. يعني هنفضل واقفين بالمنظر ده 50,000 سنه. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ 50,000 سنه واقف بالمنظر ده. ولكن يا صديقي في 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. ال7 انواع اللي هقول لك عليهم دلوقتي دول هيقفوا في ظل الرحمن سبحانه وتعالى، مش هيقفوا تحت الشمس والعرق والدنيا دي. فتعالى اقولهم لك علشان تجتهد وتحاول تعمل واحده بس من الحاجات اللي هقول لك عليها دلوقتي دي علشان ما تقفش تحت الشمس وعريان وحالتك تبقى حاله كده وتروح تقف في الظل وتبقى من البهوات يا باشا يوم القيامه ان شاء الله. اول واحده شاب نشأ في طاعه الله. 2 رجل تعلق قلبه بالمساجد. 3 رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال لها اني اخاف الله. 4 امام عادل. رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. 6 رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشيه الله. 7 رجلان تحابا في الله وافترقا عليه. ال7 صفات دول يا صديقي المتابع مش هيقفوا تحت الشمس، مش هيفضلوا متعذبين بالوقفه تحت الشمس وفي العرق زي بقيه البشر، لا دول هيقفوا في ظل الرحمن. فحاول على قد ما تقدر تعمل واحده فيهم بس. المهم يا صديقي العزيز في اليوم الطويل قوي ده المؤمنين مش هيحسوا بالوقت، يعني ال50,000 سنه دول هيعدي عليهم زي صلاه ظهر او عصر. اما على الكفار فهيكون يوم صعب جدا وعسير، هيحسوا بكل ثانيه بتعدي عليهم. المهم يا سيدي بعد طول انتظار البشريه كلها تتجمع علشان يستأذنوا من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يبدأ بالحساب بقى. خلاص الناس تعبت من الوقفه، عاوزين نتحاسب بقى، واللي يخش النار يخش النار واللي يخش الجنه يخش الجنه. ما بقول لك يا صديقي اصعب الم هو الم الانتظار، وده حقيقه على فكره يعني. فالمهم البشريه كلها تتجمع وتروح لسيدنا ادم علشان يشفع لهم عند ربنا سبحانه وتعالى ان الحساب يبدأ. ولكن سيدنا ادم يرفض ويقول لقد غضب رب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثله بعد. فالناس تروح لبقيه الانبياء واحد ورا الثاني، سيدنا نوح ورا سيدنا ابراهيم، نبي ورا نبي، وكل الانبياء ترفض وتقول نفس جمله سيدنا ادم لقد غضب رب اليوم غضب لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثله بعد. فالناس تروح لسيدنا عيسى عليه السلام يرد عليهم ويقول لهم روحوا لسيدنا محمد فإن له دعوة لا ترد. فكل البشريه من اول الخلق لاخرها يتجمعوا قدام النبي عليه الصلاه والسلام، المسلم والكافر والمسيحي والملحد، كل البشريه من اول
اول سيدنا ادم لحد اخر واحد هيموت، كلهم واقفين قدام النبي عليه الصلاه والسلام وبيطلبوا منه انهم يشفع لهم قدام ربنا سبحانه وتعالى علشان الحساب يبدا. وهنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يكسفهمش ويقف ويقول انا لها انا له، ويروح عليه الصلاه والسلام تحت العرش ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، ويفضل ساجد سجود طويل يدعي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ودي مكانه ومقام ما اخدهمش حد غير النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده دايما بندعي وبنقول وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته. اهو المقام المحمود ده هو الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام للبشرية كلها يوم. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لنا علشان يبدأ الحساب، السماء الأولى تنشق وتنزل منها ملائكة قد عدد البشر والجن اللي موجودين في أرض المحشر، وبعد كده تنشق السماء الثانية وينزل منها ملائكة قد عدد البشر والجن والملائكة اللي موجودة في أرض المحشر، وهكذا مع السماء الثالثة والرابعة والخامسة لحد السبعة. واحنا واقفين في أرض المحشر مصدومين من اللي بنشوفه ومن العدد الهائل من الملائكة اللي عمالة تنزل علينا. وفجأة نشوف جهنم جاية من بعيد ليها 70,000 زمام، كل زمام بيسحبوا 70,000 ملك. يعني لما تيجي تحسبها تلاقي جهنم بيسحبها 4,900,000,000 ملك. الله أكبر، يعني جهنم ده حجمها كبير قوي. وكمان جهنم مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، ليها عنق وليها صوت ولسان بتتكلم، وكلنا هنسمع صوتها وهي بتغلي وبتقول هل من مزيد. في الوقت ده وفي عز الرعب اللي احنا عايشين فيه، وخلاص بقينا آلاف السنين واقفين في الحر وتعبانين جدا ومصدومين من هول المنظر اللي احنا بنشوفه، يظهر حوض النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عننا شوية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ودي هتكون أول كرامة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن مش كل أمة النبي هتشرب من الحوض ده للأسف. يعني في ناس أول ما تشوف الحوض ده تطلع تجري عليه، ولكن الملائكة تمنعهم وترجعهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم سيبوهم، دول من أمتي. ترد عليه الملائكة وتقول إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعد، أنت ما تعرفش يا رسول الله عملوا مصايب إيه من بعدك. دول هيكونوا ناس من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هيتحرموا من الشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. ودول لأنهم كانوا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعايشين الدنيا على هواهم، عايشين بيعملوا اللي هم عايزينه مش على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ده حلال وده حرام. أما الناس اللي حبت النبي عليه الصلاة والسلام والتزمت بتعليماته وعملت كل اللي تقدر عليه وجهدت نفسها وكانت بتحاول تقرب من ربنا على طول، حتى لو وقعوا في ذنب بيتوبوا وبيرجعوا لربنا سبحانه وتعالى، دول اللي النبي عليه الصلاة والسلام هيشربهم بإيده الكريم شربة مش هيعطشوا بعدها أبدا تاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة دي هتكون النور اللي في الوجه والإيدين والرجلين من آثار الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا اتوضوا كتير قوي علشان الوضوء ده هيكون نور يوم القيامة. فمش عارف بقى والله الناس اللي ما بتصليش ده حرمة نفسها من الحاجات الحلوة دي ليه. المهم بعد كده ينزل العرش، وهنا بقى هينزل 8 ملائكة عظام، الواحد فيهم ما بين شحمة ودنه لحد عاتقه مسيرة 700 سنة. انت متخيل حجمهم قد ايه؟ ينزل ال8 ملائكة دول وهم شايلين عرش ربنا سبحانه وتعالى. وعرش ربنا ده اعظم مخلوق خلقه ربنا سبحانه وتعالى هو العرش. العرش ده سبحان الله ضخم جدا جدا جدا، مهما اقول لك مش هتتخيل. بس عشان اقربها لك، موضع قدم ربنا سبحانه وتعالى الكرسي ده موضع القدم بس، الكرسي ده موضع القدم بس. اهو الكرسي ده بقى يسع السماوات والارض كلها، فبالك بقى بالعرش. يا رب تكون الصورة وصلتك شوية. المهم هنا بقى ينزل عرش ربنا سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته. وهنا بقى كل المخلوقات واقفة في صمت عجيب، كلنا مرعوبين من هول المنظر. ملايين الملائكة واقفة في صمت ورعب. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. وهنا ربنا سبحانه وتعالى يكشف عن ساق، فكل المخلوقات تسجد لربنا سبحانه وتعالى إلا الكفار والمنافقين. يحاولوا يسجدوا ولكن هتبقى ظهورهم أشد من الحديد، مش قادرين يحنوا ظهورهم علشان يسجدوا لربنا سبحانه وتعالى. وده لأنهم ما سجدوش لربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. تخيل تكون الناس كلها ساجدة لله سبحانه وتعالى كده وانت بتحاول تسجد ومش عارف، وكل الناس شايفاك وانت مفضوح. وده لأنك ما كنتش بتصلي في الدنيا ومعرض عن ربنا سبحانه وتعالى. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وبعد كده تبدأ تتطاير الصحف والمؤمن يمسك كتابه بإيده اليمين، وهنا هتكون البشارة، هيكون فرحان ومبسوط. أما الكافر فبيحاول ياخد كتابه بإيده اليمين زي المؤمن، ولكن الملائكة بتمنعه وبتكبل إيده وتحطها ورا ظهره، فيضطر إنه ياخد الكتاب بإيده الشمال. فأما من أوتي كتابه
بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وهنا ينصب الميزان ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وتبدأ تتوزن أعمالك. كل عمل في حياتك صغير أو كبير، اللي فاكره واللي نسيه، كل عمل عملته في حياتك بقى سواء كان خير أو شر. وخد بالك إن اللي ظلم حد في الدنيا هيقتص منه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من كان له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة الاتنين هيقفوا قدام بعض كده، الظالم والمظلوم، وياخدوا من حسنات الظالم ويدوا للمظلوم، ولو خلصت حسناته ياخدوا من سيئات المظلوم ويدوا للظالم. فلو انت ظالم حد ابدأ رضيه علشان ما تزعلش يوم القيامة. المهم تبدأ تتوزن الأعمال. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، اللي عمله كويس وعنده حسنات كتير هيبقى في الجنة إن شاء الله. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وكمان في الوقت ده هيبدأ الحساب الفردي قدام ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد فينا هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا سبحانه وتعالى يسأله عن عمره وشبابه وماله وعلمه. وقفوهم إنهم مسؤولون. هتقف تتسأل عن كل حاجة قدام ربنا سبحانه وتعالى ومش هتقدر تكذب. عائشة رضي الله عنها بتقول من نوقش الحساب فقد عذب. وبعد ما الحساب يخلص وكلنا لسه واقفين في أرض المحشر، الكفار والطغاة والجبابرة هيتسحبوا بسلاسل على النار على طول، والسلاسل دي هتدخل من فمهم وهتطلع من دبرهم أعزكم الله، ويتسحبوا على وجوههم على النار على طول قدام البشرية كلها. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى يأذن وينصب الصراط. انت متخيل بعد ده كله يكون لسه في الصراط، والصراط ده صديقي العزيز أحد من السيف وأدق من الشعرة بتاعت الراس، تحته جهنم على طول. انت متخيل؟ والناس كلها هتعدي من على الصراط ده. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ده بقى يا صديقي لحظة الحكم النهائي. في ناس أول ما يمروا من على الصراط ده هيقعوا على طول. أما المؤمنين بالله منهم اللي هيعدي بسرعة البرق، ومنهم اللي هيعدي زي الريح، ومنهم اللي هيمشي، ومنهم اللي هيزحف ويقع. والناس بتتحرك على الصراط ده بأعمالها. يعني لو عملك فيه شوية سيئات هيأخرك وممكن يخليك عرضة انك تقع في جهنم. اللي هيعدي من على الصراط ده يا صديقي العزيز كده هيكون نجح ووصل لباب الجنة. واللي وقع في النار من المسلمين فلسه ليه فرصة. النبي عليه الصلاة والسلام مش هيسيبه، هيطلعه ولكن هيتعذب شوية في النار، وبكده يكون خلص يوم القيامة. واللي وقع في النار من الكفار فهتكون دي حياة أبدية ليه. أما اللي عدى من الصراط فتبدأ رحلة جديدة ليه مع النبي عليه الصلاة والسلام قدام باب الجنة، وبكده يكون يوم القيامة خلص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل إن كان صالحا، وينفعني به إن شاء الله في حياتي وفي مماتي. كده بإذن الله بنسبة 95% جمعت لك كل أحداث يوم القيامة بالترتيب من أول خروجنا من القبر لحد الصراط. لو أنت شايف إن الفيديو مفيد وهينفع الناس فشيره عندك في ستوري أو اعمل عليه ريفيو ومنشن لي وأنا هرد عليك بإذن الله. وما تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتوى. يشرفني طبعا يا صديقي العزيز إنك تشترك في قناتي، وأتمنى منكم توصلوا الفيديو ده بس ل1000 لايك. يا لو وصل ل1000 لايك والله تعبت جدا في تصوير. وبس، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام.